اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد ولسه مكملين برضو في الوصفات الاقتصاديه، برضو بربع كيلو لحمه مفرومه هنعمل بيها وصفه حلوه جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل المبكبكه بالكفته. اتمنى تكملي معايا الفيديو عشان تعرفي عملنا ايه. يلا بينا على طول على الطريق. دي اول حاجه، ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه، والربع كيلو دوت هخليهولك حالا نص كيلو. جبت عندي كوبايه من البرغل طبعا احنا منضفينه وغاسلينه كويس وحاطين شايلين منه اي طوبه او اي حاجه، وحاطين فيها شويه ميه صغيرين لحد ما اشربها. حطيت عندي بصلايه، البصلايه بميتها عادي، مش هصفيها ولا اي حاجه. عندي ملح وفلفل اسود. كمان هحط عندي يعني كل حاجه معلقه صغيره كده من السبع بهارات، وكمان من البابريكا. هحط عندي شويه ملح. كمان هحط عندي بعد كده، بصوا بقى الشوفان ده يا جماعه بيبقى مع الكفته دي خطيره. جربي تحطي الشوفان. انا كان عندي يعني حوالي معلقتين بس كده من الشوفان، فحطيتهم مع الكفته. طبعا بتدي طعم حلو كمان، وكمان صحي. كمان حطيت بضايه، وحطيت عندي شويه من الخضره سواء بقدونس او كزبره خضراء الموجوده عندك. وده عندي بقسماط. البقسماط هحطه بس بعد ما اخلط المكونات دي واشوف انا محتاجه قد ايه. انا بس بدمج المكونات مع بعضها. احنا بنحط البقسماط عشان البيضه اللي احنا حطيناها. هبدأ اقلب كله مع بعضه بقى بالشكل دوت، وهبدأ احط عندي البقسماط. انا احتاجت حوالي معلقتين كبار من البقسماط، يعني ما بحطش اكتر من كده، بس عشان ما تبقاش يعني العملية بقسماط بقى وكده، لا احنا عايزين برضو نحس بيه طعم اللحم. قلبتها كلها لحد ما اتسمغت كلها بالشكل دوت، وبقت كلها متماسكة. شايفين يا جماعة كمية الكفتة بقت قد ايه؟ يعني شوفوا، احنا كنا جايبين ربع كيلو مش باين في البولة، بقى كفتة كمية بقى محترمة يعني. هبدأ ان انا احط بقى كل واحدة كده واعملها زي كفتة داوود باشا، كور كده. وتقدري انك انت لو عايز تعمليها صوابع، لو عايز تعمليها اقراص، زي ما انت عايزة. بص، متماسكة، ما بتفكش، ما بتشققش. دي اهم حاجة في الموضوع. وصدقوني طعمها في منتهى الجمال، واللي هيجربها مش هيحس خالص ان احنا حاطين لا برغل ولا شوفان، هيحس انها لحمة مفرومة زي الكفتة العادية جدا اللي احنا بنعملها. هبدأ ان انا اكور بقى كل الكمية عندي بالشكل دوت، وهنزل عندي في طاسة هحط فيها مكعبين من الزبدة. اول ما الزبدة تسيح هنزل بيه الكفتة بتاعتي. هبدأ ان انا اشوح الكفتة بقى. عايزة اسوي الكفتة تسوية طبعا كاملة، يعني انا هحطها كده وابدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية بالشوكة. اول ما تاخد لون من الناحية دي بتقلبي على الناحية التانية. ما تقعديش تقلبي فيها كتير برضو، علشان يعني برضو الكفتة ما تفكش منك. ببدأ ان انا اقلبها كلها. اول ما تاخد لون من الناحيتين والكفتة كده تعتبر عندي استوت، هبدأ على مناديل مطبخ اطلع الكفتة بتاعتي. وكده الكفته خلاص تعتبر كده استوت. بصوا يا جماعه، دي لوحدها ممكن تبقى وجبه، يعني ممكن لوحدها كده نستخدمها كفته بتتاكل مع شويه رز ابيض وخلاص. احنا بقى هنكمل طبعا الوصفه بتاعتنا. في نفس الطاسه حطيت عندي بصلايه مفرومه ناعم. اول ما خدت لون ذهبي هنزل عندي بيه البهارات. حطيت مكعب مرقه، ملح، فلفل اسود، عندي 7 بهارات، عندي بابريكا، عندي شطه. البهارات اللي انتي حباها ومتوفره بالنسبه لك حطيها. هبدأ اقلب كله مع بعضه، وبعدين عندي نزلت بيه فص توم واحد بس اديله تقليبه كده. وبعدين نزلت عندي بمعلقتين كبار من الصلصه، ده عشان خاطر احنا هنعمل مكرونه اللي هي المبكبكه. بعد كده نزلت عندي بمعلقه صغيره من السكر، وحطيت كمان شويه خل. وشمي بقى ريحه الطشه بتاعه الخل بقى مع التوم مع الصلصه، بتبقى في منتهى الجمال. بعد كده نزلت عندي ب5 طماطميات محصورين في الخلاط ومتصفين. هسيبها بقى، هحط شوية مية بس واسيبها لحد ما مش تتسبك تسبيك كامل، مجرد بس انها تغلي. يعني انا عايزة الصوص بتاعها ده يبقى زي ما هو كده كتير، لان الصوص ده بنعتبره هو اللي بنسلق فيه المكرونة.
فببدأ ان انا انزل عندي بيه حوالي كيس كده او نص كيس من المكرونة المرمرية اللي انت تحبيه، برضو النوع اللي تحبيه ومتوفر عندك. هنزل فيه الصلصة، وهسيب المكرونة بقى لحد ما تبدأ انها تأثر كده واحس انها دخلت في التسوية. هي كده دلوقتي كانت لسه ما استوتش، انا قلبتها بس تقليبة، وبعدين هنا في الوقت ده كانت خلاص تعتبر استوت. المبكبكة من الحاجات اللي بتبقى الصوص بتاعها صوص كتير، يعني ما هي زي المكرونه العاديه اللي احنا بنعملها ان احنا بنسبك الصوص تسبيك كامل كده وبعدين ننزل بالمكرونه، لا دي بتبقى فيها صوص. بعد كده نزلت عندي بيه الكفته، هبدأ اقلب الكفتة كده مع المكرونة وكلها تاخد بس من طعم بعضها، يعني مجرد دقيقتين تلاتة وهطفي عليها على طول النار، وهحط اخر حاجة شوية من الكزبرة الخضراء وهدي اخر تقليبة، وكده يعتبر المكرونة عندي بالكفتة خلاص بقت جاهزة. قدمنا الطبق بتاعنا بالشكل الحلو ده. وصفة سهلة جدا وبسيطة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتقولي رايك ايه، واشوفك في فيديوهات تانية. باي باي.